هذه رسالة أختم بها هذا اللقاء، وأنا في المعتكف السنة هذه مع الشيخ خالد الغامدي جاءتني هذه الرسالة. يقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أعظم شيء نتوب منه يا جماعة، أعظم شيء تتوب منه تعلقك بغير الله، ويا كثر تعلقنا بغير الله. الواحد يسجد بين يدي مالك الملك وكنا ساجد على جمر ولا على أسنة رماح، وهو أقرب ما يكون لمالك الملك كله. وإذا جاء يشتكي البشر تلقاه يعني يجتث المعاني من أعماق قلبه، وأنا عندي والله صار كذا وطلعون والأجار طيب ليش توك بين يدي ربي ما قلتها؟ بين يدي الغني ما قلتها، تروح تقول الضعفاء الفقراء. الشاهد يا جماعة يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ عبد المحسن، موضوعي هو: أنا شاب متخرج من الجامعة من 3 سنوات، بحثت عن عمل ما لقيت شيء أبد. كل هذه السنوات ما لقيت أي عمل يسد حاجتي ومطالب الدنيا إلا راتب قليل 2500 ريال. تركت ذا العمل وأنا في حاجة، متزوج وعندي ولد، واللي يصرف علي جدي وأمي. استحيت من الناس وكلامهم علي وضاقت علي الدنيا. قال جدي: وأنا أبوك ماني بدايم لك. جده اللي يصرف عليه قال: ماني بدايم لك والله إلا الله عز وجل. قال: يا ولدي أنا ماني بدايم لك. فأثرت فيني هالكلمة مرة. وفي 1 رمضان نفس السنة، يقول في 1 رمضان صليت في جامع الصفيان اللي أنا معتكف فيه. قال: صليت في جامع الصفيان وبعد صلاة التراويح ألقيت أنت كلمة. في 1 رمضان ألقيت كلمة المسلمة. قال: ألقيت أنت كلمة عن أن العبد فقير لله، وأن الله يستجيب الدعاء. وقلت في المحاضرة في الكلمة: أي واحد له في نفسه حاجة يسأل الله. وقلت حاطه بين قوسين، وقلت: لا يرفع أحد رأسه من السجود وفي نفسه حاجة ما قالها للملك سبحانه. أنا صدق قلت الكلمة دي، قلت لا أحد يرفع رأسه من السجود وفي نفسه حاجة ما قالها، بعدين يروح يقولها الواحد فقير ويشوفه ربي ما شكاله وشكل ضعيف. فلا يرفع رأسه من السجود وفي نفسه حاجة. وذكرت قصة الذي قضى الله حاجته في أسبوع، هذه موجودة في موقع يا جماعة، هو بنفسه كاتبها الرجال. وذكرت قصة الرجل الذي قضى الله حاجته في أسبوع. أنا حاط بعد القنط: أنا طلعت من أبكي من بعد الكلمة. يقول هو: أنا طلعت أبكي من بعد الكلمة، حسيت بشيء غريب. بعدها تذكرت قرب الله عز وجل وأني عبد له وهو الملك، فدعيت الله وألحيت ب4 دعوات أنا في حاجتها. ذكر وحده الثبات، وذكر الوظيفة والشفاء، وذكر أن أكون من الدعاة في سبيله. قال: كل سجود أدعي وأدعي وأدعي هذه الكلمات، وأنت في سجودك حي ادع وادع وادع. قال: كل سجود أدعي وأدعي وأدعي. يقول: أمس بالليل، هذا الكلام يا جماعة في 19 رمضان، هو يشير ل 19 رمضان. قال: وأمس في الليل رحت أقدم في شركة بعيدة عن تخصصي حق الجامعة، لكن قلت أرحم من الجلوس بلا عمل. وجدت استقبال مرة جميل، هذا كلامه يا جماعة. يقول: وجدت استقبال مرة جميل، على طول قابلوني وقالوا: اجلس يريدك المدير. قابلته وقال لي: أنت شاب فيك طموح وصبر، وأنا عندي مدرسة أهلية أبغاك تكون مشرف عليها ومسؤول عنها من جميع النواحي، متابعة وإلى آخره. وقال لي: أنت متزوج؟ يقول له مدير. قال لي: أنت متزوج؟ قلت نعم، وزوجتي جامعية. قال: وأيضا نوظفها معك في القسم النسائي. قال: فرحت مرة بهالخبر وحمدت الله عز وجل، وقلت: يا رب أبغى وظيفة. جتني وظيفتين، والحين حسيت أني أي شيء أبغاه ربي يعطيني. شوف الكلمة، حسيت. أسأل الله أن يذيقنا وإياكم لذة الافتقار إليه والغنى به. قال: حسيت أن أي شيء أبغاه ربي يعطيني. أهم شيء أحد، يقولها الحين هو هذا كامل، يقول: أهم شيء لا أحد يرفع من سجوده في نفسه شيء. اطلب الغني وهو يعطيك. راتبي الآن بفضل الله عرضوا علي 8000 وزوجتي 3000. أي شيء أبغاه من ربي الآن أدعوه ويعطيني. حسيت بقرب عجيب والحمد لله. والله لست فقير إلا لله. أحبتي، آخر نصيحة أنصحكم في ثواني، تكفى حبيبي الغالي. إذا سجدت بين يدي ملك الملك تكفى لا ترفع وفي خاطرك شيء تروح تقول الواحد فقير.
تكفى قل كل اللي في خاطرك لرب العالمين. إذا أذنبت ذنبا فتب، وإذا تبت فاستعصم بالله عز وجل، فاعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي. هذا الكتاب إذا قرأت كل